السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظاهرة واخدت بالي منها الفترة اللي فاتت، وهي ظاهرة كارثة الحقيقة. انه في نوع معين من المدرسين ممكن يودي ابنك في داهية للأسف. يعني الشكوى دي سمعتها بشكل فريكوينت الفترة اللي فاتت وشفتها بنفسي. ايه الظاهرة دي بقى؟ في كده نوع من المدرسين اللي هو يقولك لو مستوى الطالب مش هيعرف يخليه يجيب سكور عالي، فاحنا الاكسبكتيشنز لازم ما تكونش عاليه. ودي طبعا بتبقى حاجه كارثه. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما احنا عارفين السكور بتاع الانجليش بيكون من 800، فتلاقي مدرسين كده منزل لك اعلان على الفيسبوك مثلا بنتائج الطلبه بتاعته، يقول لك الحمد لله، ومنزل لك مثلا طالب جايب 500 ولا 550. الموضوع ده في الاول افتكرت مثلا ان هو بيبقى فيسبوك ادفرتايزمنتس وكده، لكن فعلا الفترة اللي فاتت جالي نفس كذا حد بالكلام ده: مستر انا عايز اغير مدرس وعايز اخد كورس. طيب اعمل الاسسمنت ده عشان نعرف ابنك مستواه عامل ازاي. تلاقي الولد مستواه فعلا ما يعديش 500. فتقول له طيب هو بقاله فترة بياخد كورسز، ليه الموضوع بالشكل ده؟ يقول لك بمنتهى البساطة احنا المدرس كان بيقول لنا ان السكور ده كويس، كان بيقول لنا ان ال 500 ده كويس ويأهله جامعة خاصة. عايزين نتفق مع بعض على حاجة يا جماعة: انت دايما الاستراتيجي بتاعتك وانت بتحضر الاكزام انك تحاول تجيب اعلى سكور انت تقدر عليه، وبعدها شوف الاوبشنز المتاحة عندك. اوعى يكون الهدف بتاعك من الاول ان انا عايز اجيب 500 ولا 550، حتى لو انت عارف ان اجابتك ما بتطلبش اكتر من كده على فكرة، او الهدف بتاعك. You don't know ايه اللي هيحصل، متعرفش هتغير رأيك امتى. فخلي هدفك ان انا في الانجليش عايز اجيب على الاقل من 600 ل 650 على الاقل. وطبعا كل ما انت التارجت بتاعك عالي انت بتارجت سكور اكتر. واوعى تسمع كلام اي مدرس يقولك ان انا اجيب 500 ولا 550 ده الهدف وده احسن حاجه. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. انت المفروض انك انت تارجت سكور عالي يعني كده. ولو ما عرفتش توصل للسكور ده فاهو يعني ساعتها بقى تشوف هتعمل ايه. لكن اللي يقولك ان اصلا السكورات دي صعبه انها تتجاب ومفيش حد بيجيبها والكلام ده كله يعني كلام هبل جدا. يعني زي ما اي حد جويننج عندنا الكورس يعرف، احنا عندنا بنخلي الاسيستنتس كلهم على الاقل جايب 700 في الانجليش. فمحدش يحاول يقنعني انه فكره ان طالب يعني للامانه ان انا اجيب اكتر من 650 دي بتبقى عايزه فعلا ليفل شطاره زياده شويه. لكن لحد 650 ده اتشيفبل، واي حد لو شد حيله وحل عدد امتحانات كافي، يعني اخد البيزكس كويس وحل في رينج 30 امتحان، يقدر ديفنتلي ان هو يجيب 600 ل 650. اللي اعلى من كده بيبقى بقى عايز مجهود مخصص، لكن لحد ده مانجبل بالسكور دي. واهم حاجه اوعى تسمع كلام اي تيتشر يقول لك على فكره ما انت انك تجيب 500 ده سكور حلو وده كفايه. الكلام ده غلط. ويعني لو يقول لك حاجه فيقول لك ان التيتشر ده مش شاطر، لان مع كل احترامي المفروض ان هو يحاول يعلى معاك للماكسيمم. لو انت معرفتش انك انت تعدي السكورز دي بعد ما حاولت، ده موضوع بقى بحسابات مختلفه. لكن المفروض انك انت يبقى التارجت بتاعك ان انا عايز على الاقل اجيب من 600 ل 650 مينيمم. وطبعا اصلا كل ما تنشن على حاجه اعلى من يونيفرسيتيز اعلى او حكومه او كده، هيبقى التارجت بتاعك اكبر من كده. فما تسمعش كلام اي حد يقول لك عكس كده او يقول لك ان ده العادي انك تجيب سكور قليل.